السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله هستعرض معاكم المحل اللي انا بجيب منه من كوم الشيخ سلامة، سواء شنط المدارس او شنط السفر. كنت عملت قبل كده فيديو عن شنطة السفر واشتريتها منين، وكان في تعليقات المتابعين عايزين يعرفوا المحل اللي انا بتعامل معاه في كوم الشيخ سلامة. انا باجي كوم الشيخ سلامة، باجي على طول على المحل ده، ما بغيروش لان ليه كذا فرع جوه كوم الشيخ سلامة. ده الفرع الاولاني. فين بقى العنوان؟ بصوا احنا كده على السلم اهو، جنب رجب العطار. رجب العطار اللي في العتبه، هتطلعي السلم اللي جنبه على طول على طول اهو، على طول على طول هتلاقي في وشك شركه الفيروز اهي. اهي يا جماعه شركه الفيروز التجاريه، ده الفرع الاولاني اهو. تمام، الفرع الاولاني اهو في وش السلم على طول، وهوريكم برده الفرع الثاني بعد ما نخلص بس الجوله جوه المحل ونعرف الاسعار وصلت لحد فين. نبتدي دلوقتي مع النجمه حبيبه الملايين زينه. طبعا زينه يعني اصغر بياعه موجوده في السوق، وهي اللي عارفه الاسعار، وبنت في منتهى الادب بصراحه، متعاونه جدا. بصوا هنا الشنط عندهم برده السفر تحفه، هوريها لكم برده في الاخر. يلا يا زينه بص، هنبتدي معاهم كده عشان ما نطولش عليهم بالشنط الاطفال بتاعه الحضانه دي. كده الخامه دي عامله كام؟ دي عامله 250. 250. شاوري لي كده على اشكالها، دي ودي ودي ودي. بصوا كل دي اشكالها. بصوا الرصه قد ايه. دي مقاسها اصغر مقاس يا زينه صح؟ دي مقاس 12. دي مقاس 12 صح كده. وسعرها كام؟ 250. 250. نخش على المقاس اللي بعده 14. ده مقاس 14. دي عامله كام؟ دي عامله 300. دي لوحدها من غير مقلمه ولا اي حاجه. تمام، ومن غير ترولي صح؟ تمام. بصوا اشكالها برضو، بصوا اهي، في منها الشكل ده وده وده اهي. بصوا اشكالها كتير اهي ما شاء الله. بصوا زينه هتقول لكم الاسعار بتاعت المجموعه دي. تمام، دي مقاس 16 يا زينه صح؟ دي 500، ودي 400. دي 400، ودي 400 400، واللي فوق نفس دي لانش 450. 450. ودي اشكالها بصوا يا جماعه اهي شكلها اهي. بصوا دول 3 اشكال مقاسهم 18 يا زينه صح؟ نخلص حاجه حاجه بس عشان ما يتلخبطوش. دي مقاس 18 بالمقلمه بتاعتهم بالترولي، من غير ترولي. سعرهم كام؟ 500. بصوا جماعه اقسم بالله المحل ده خاماته عاليه وبيبيع جمله، عشان كده ما بيقبلش بالفصال. فانا جايبه لكم في فاكرين الفيديو بتاع شنطه المصيف؟ انا كنت جايباها من عندهم. وشنط المدارس هتشوفوا في فيديو مشتريات المدارس، هتلاقوني جايبه الشنط بتاعه الاولاد من عندهم. طيب نخش كده يا زينب على دول. دي مقاس 16 بس اللي هي ثانوي اعدادي كده. ثانوي اعدادي عاملين كام؟ 400. مش معاها اي حاجه صح؟ بصوا الاشكال، بصوا يا جماعه الاشكال بتاعتهم كتيره جدا جدا، يعني هم مش هيقدروا طبعا يفرغوا كل الشنط وكل الاشكال، فانت تقدري تيجي تختاري الاشكال بتاعتهم اهي من تحت، وفي فوق كمان في المخزن. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله، الجنب ده كله عامل 450، مقاس 18. الخامه عاليه جدا. انا كنت جايبه منهم الشنطه دي السنه اللي فاتت وعايشه معايا لحد دلوقتي، والسوست الله اكبر. بصوا بقى الاشكال اهي معايا، بصوا كده اهي. ده كل ده زي ما انا بقول لكم كده سعر موحد. دي بقى تناسب ايه؟ اعدادي صح كده يا زينه؟ ايوه اعدادي وثانوي. اعدادي وثانوي. وفي شكل من اللي احنا قلنا عليه الاول ديت اهي ملون. ملون. دول الاولانيين اللي احنا صورنا لكم، دي شكل رابع منها اهو. في شكل تاني اهو فوق منها اهي. دي قلنا سعرها كام؟ دي 500 غير التانية. دي 500، انما اللي انا بوريه لكم ده كله 450. بصوا الاشكال، الخامه عاليه قوي. دي لوحدها عامله 380. وده الشكل التاني بتاعها، وده التالت بتاعها. هو في اشكال تانية بس ان شاء الله هتنزل قريب. ماشي، يعني التلاته دول يا جماعه ب 380، ودول قلنا 500 صح؟ ودول 450. كل ده بيناسب اعدادي اهو، اعدادي وثانوي. بصوا بقى انا عايزه اوريكم حاجه. بصوا الاشكال منهم قد ايه مرصوصين تحت. شاوري كده يا زينه، بصي وريها لهم كل ده. بص زينه بتوريكم اهو، الله اكبر الاشكال. في رصص واقعه اهي من كتر الاشكال. يا جماعه الكيوت ده، دي شنطه حضانات اهي. كل دي برضو حاجات اصليه مستورده، سعرها 220 صح يا زينه؟ بصوا كام لون منها. هم دول تمام، دول 220. دول عاملين 50 جنيه برضو حضانات. برضو ده حضانات، دي سعرها 180 جنيه. بصوا الاشكال اللي انا وراكم دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لحد كده، لحد الحمرا دي. كل ده ب 180 جنيه حضانه.
بصوا يا جماعه الدباديب الصفرا دي عامله 130 جنيه اهو، برضو كل ده حضانات. دي شنط جلد كده للبنات اللي رايحين الجامعه، ربنا يوفق الجميع، عامله 200 جنيه. ده جلد 3 الوان بس من هدول. المجموعه دي هوريها لكم تنفع للدروس، عامله 350 جنيه. من اول فين؟ ادي الصف الاولاني، الثاني، الثالث. تعالوا اوريكم بقى التشكيله. بصوا لحد فين يا زينه؟ حطي ايدك كده لحد دي. ماشي، هنطلع اهو فوق من اول دي اهو. كل ده زي ما انا بقول لكم كده 350 اهو، 350. بصوا دي عامله 300 جنيه، واللي جنبها دي عامله 300 جنيه. بصوا اشكالها اهي يا جماعه. المجموعه دي عامله 280 جنيه. ادي شكل، ادي التاني، ادي التالت. مجموعه تانية عامله 300 جنيه. بصوا الاشكال بتاعتها، ادي اتنين شكلين اهو. ده التالت بطوط، والبطوط اهو بطوط. في الشكل ده كمان، والشكل ده، والشكل ده، والشكل ده. هما 9 اشكال عاملين 300 جنيه. مع المجموعه دي عامله 280 جنيه اهو. بصوا اللي عليها الكاو دي اهي، الكاو والميكي ماوس، وفي منها الوان كتير اهي. بصوا من الرصه قد ايه، اللهم بارك، يعني رصه كبيره جدا. ومعانا دول كمان يا زينه، كل دول زينه بتقول لكم اهو 280 جنيه. مع المجموعه دي مش هي دي بس الاشكال والالوان، بصوا في اشكال والوان قد ايه. بصوا عندهم رصه كبيره جدا. مع الصف ده عامل 200 جنيه. ده خروج حريمي عادي، ممكن نخرج بيه. بصوا ادي شكل الاسود والموف نايك والاديداس والكات. دي شنط الجيم والرياضه بقى والنوادي. الكبيره دي عامله 300 صح يا زينه؟ في منها الوان كتير. في منها نبيتي. نبيتي صح. طب والصغيره دي عامله كام يا زينه؟ دي عامله 250. واللي تحت دي برضه 250 اهو يا جماعه. في جلد وفي ووتر بروف. وفي جلد وفي ووتر بروف. ووتر بروف عامله كام؟ دي عامله 250 برضه. 250. 250. بصوا يا جماعه الشنط اللي فوق دي بالترولي والعجل بتاعها بالمقلمه صح يا زينه؟ عامله كام؟ عامله 500. عامله 500. بصوا الاشكال بتاعتها يا جماعه، اشكالهم اهم دول كلهم اللي ب 500 ومعاهم المقلمه بتاعتهم. بصوا ادي شكل 2 3 4 5 6 7 يا جماعه. زينه بتقول لكم من اول فين يا زينه؟ من اول هنا. بصوا ادي شكل 2 3 4 5 6 7. مش هتلاقوا زي دول في السوق كله. انا كنت هنا عندهم اول امبارح قبل ما اجي لهم اصور، لفيت السوق كله. المجموعه دي مش هتلاقوها غير عند شركه الفيروز بس. دي معاها المقلمه بتاعتها باللانش بوكس بتاعها صح كده. عاملين كام يا زينه؟ عاملين 900. لو عجله واحده عامله 850. لا فاهميهم يعني ايه؟ يعني هي تقصد كل اه وثلاث عجلات سلم. اه 900. اما في العجله الصغيره اللي هي بتبقى شبه كده تبقى عامله 850. ماشي. يعني لو هتاخديها بالعجله الصغيره دي الطقم كله هيبقى عامل 850. طب ولو العجله الكبيره دي؟ ده 900 وتقدري تفكي منها الترولي. استني ثانيه واحده، ثانيه واحده. دي العجله الكبيره دي 900 صح كده؟ طيب ولو العجل 3 عجلات؟ كل عجله 900. 900. يعني بصوا يا جماعه ال3 عجلات 900، العجله الكبيره 900، العجله الصغيره دي ديت لا ديت 850 بس في ال 16. 850 مقاس 16. طيب يا زينه انا كنت واخداها منك بس من غير العجل صح؟ خدتها منها يا جماعه من غير العجل ومن غير اللانش بوكس ده. خدت الشنطه بس وخدت المقلمه. كانوا عاملين كام؟ عاملين 500 جنيه. ماشي يا جماعه. بصوا الاشكال اللهم صل على النبي، جميله جدا. وخامتهم بقى هتدعوا لي. بصوا السوسته عامله ازاي، يعني مش هتتقطع مع الاولاد ولا اي حاجه. عايزه اقول لكم حاجه، ديت حاجه والتاني حاجه. اقفي بس جنب الشنطه عشان هم يفهموا انت بتقولي ايه. انا اقدر اشيل منها اللانش باك. بس اللي هي في واحده ثانيه اللي هي بمقلمه بس مش مجهزه للترولي. ديت بتبقى اغلى عشان تبقى مجهزه للترولي. لو جبت لها ترولي بتبقى تقدر تركبها عليها. هنا ديت لو كنت انا جبت لها ترولي مش هتقدر تركبها عليها لان ديت مجهزه للترولي من ورا. تمام. يعني زين عايزه تقول لكم اللي انا خدتها دي ما كانتش مجهزه للترولي عشان كده كان سعرها مهوت شويه، انما اللي بتبقى مجهزه للترولي بيبقى سعرها مرتفع اهي. بصوا الظهر عامل ازاي، دي كده مش مجهزه للترولي. ماشي يا زينه، تسلمي يا حبيبتي. بصوا زينه بتقول لكم الطقم ده عامل 950. ده مقاس 18 صح يا زينه؟ من اول فين لفين معلش؟ 18 بس اللي هو قطعتين عن 700. يعني ايه؟ يعني القطعتين دول عاملين كام؟ 700. 700 عشان معاهم مقلمه بس. خامتها غير خامة دي. الخامه اعلى اقل شويه. ممكن نشوفها في الصوره دي حاجه ودي حاجه. بصوا تمام. طب دي في منها اشكال تانية يا زينه؟ بصوا من اول فين لفين. ما شاء الله كل ده
بصوا اشكالها. كل ده كام بقى؟ قولي تاني. 700. 700. بصوا يا جدعان، بصوا يا جماعه اهي من اول هنا كده اشكالها كتير جدا. امال دي عامله كام؟ ديت مش مدارس، بقول للناس عشان ما تشتريهاش على الفاضي. دي صفر، دي عامله 450. دي صفر يا جماعه، عامله 450. يا جماعه في منها اشكال تانية اهي برضو ب 450. جميله يا زينه، جميله يا حبيبتي. بصوا يا جماعه الشنط دي مقاس 16 عامله 600 جنيه، هي قطعه واحده. دي اشكالها اهي هم دول. ودول معانا يا زينه. دول معانا. كل ده معانا. كل ده معانا. بصوا اشكالها. في الشكل ده. استنى بصوا زينه جايبه لكم شكل تاني. دي مقلمه وترولي. بصوا دي مقلمه وترولي ب 600 برضو. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله المحل كله متلغم شنط. بصوا اهم حاجه في شركه الفيروز اللي بتميزها عن اي محل في كوم الشيخ سلامه ان هم بيجيبوا جوده عاليه وخامات عاليه، بحيث ان انت تجيبي الشنطه تقعد عنده بالسنه والاتنين. عشان كده لما جبت منهم السنه دي جبت مقاس كبير شويه، عشان عارفه ان الخامات عندهم بتقعد فتره طويله، فالمقاس ما بقاش متحيره في المقاس. بصوا الخامات عندهم عاليه جدا. وشنط السفر برضو اللي انا جبتها هوريكم دلوقتي الاشكال عندهم عامله ازاي. يا جماعه شنط البيبيهات اللي كانوا بيسالوا عليها واسعارها كانت بتفوق ال 700 وال 800، دي عامله 280 صح يا زينه؟ بصوا اشكالها هي شكل واحد بس الالوان مختلفه. دي شنط رجالي للناس اللي بتشتغل عامله 320 صح يا زينه؟ بصوا كل دي حاجات مستورده. ودي 320. دي 450 عشان ووتر بروف. هي بتورينا شنط السفر. دي مقاس كام يا زينه؟ دي مقاس 3. تمام. عامله كام؟ 28. ديت عامله 1900. دي مقاس 28 1900 صح؟ طب لو هياخدوا الطقم كله؟ الطقم كله عامل 5500. 5500. طيب وناخد المقاس الكبير؟ المقاس الكبير 30 عامله كام؟ عامله 2100. 2100. والمقاس الصغير اصغر مقاس اللي هو ده بعدها على طول دوت عامل 1500. 1500. الماركه بتاعتها اهي عشان ما تتوهوش، بس عشان لو رحتوا محل تاني ولقيتوها ارخص هتعرفوا ان الماركه مختلفه، عشان هو هنا بيجيب الاصلي. هتفتحي الشنطه من جوه وهتلاقيها نفس اللي انا كنت جايباها في الفيديو. افتحها لكم. معلش يا زينه. دي جوده عاليه. بصوا اهي العجل اهم حاجه في الشنطه. العجل. تسلم ايدك يا زينه. ما شاء الله. بتتحرك ازاي؟ حركيها كده بالطول يا زينه عشان يفهموا. بصي لا مش قصدي كده، وقفيها زقيها. ايوه بصوا هي دي اهم حاجه. العجل يبقى هامتين. توفر منها الوان كتير، يعني في الكحلي وفي الفوشيا وفي فوف وفي الرصاصي اهو هناك، وفي المخزن فوق الوان تانية. المخزن فوق متلغم. ومش شرط ان انتوا تاخدوا الطقم كله على بعضه. فزينه هتقول لنا دلوقتي الاسعار عباره عن ايه لو هناخد قطعه. في مقاسات. تمام. يعني ده سعره كام يا زينه؟ دي مقاسها كام؟ ماشي. دي مقاس 23 وسعرها 1000 جنيه صح؟ اللي وراها بقى مقاس كام؟ بصوا يا جماعه الطقم كامل ب 2700. تمام. دي لوحدها عامله 1300 ودي لوحدها عامله 1000 والثالثه عامله كام قلنا؟ 600 يعني 600 1000 1300 كله عامل 2700. تمام. 2700 طقم. 2900 الطقم. 3000 الطقم. 300. الثلاث قطع عاملين 3100 صح كده؟ طب ماشي عيدي تاني الاسعار. 2700 2900 3100. يا زينه وتعبتك معايا، حقك عليا يا حبيبتي، بس هستأذنك برضه اوريهم الفرع التاني عشان يبقوا عارفين المكانين. خلاص يا ريت معلش. بصوا زينه هتوريكم دلوقتي الفرع التاني. احنا هنطلع من السلم اهو. يلا يا زينه امشي. ادي السلم اهو زي ما انتم شايفين. ادي السلم اهو. خلاص هنمشي كده مع زينه. يلا زينه ماشيين اهو. نفضل ماشيين طالعين من السلم على ايدنا الشمال. هنفضل ماشيين ورا زينه اهو عند محل فرحات الحاج فرحات. هنخش اهي يا جماعه في الوش شركه الفيروز. اليوفط بتاعتهم كلها حمراء. بصوا بقى هتلاقوا هنا كمان برضه ايه
جنب محل سماعات يعني. جنب محل سماعات. محل السماعات ده اللي جنب. ماشي. بصوا الثلاث محلات دي كلها بتاعتهم. بصوا الشنط، في المتحف اللي فيه كام فوق. هي الشنط السفر اللي فوق دي عامله كام يا زينه؟ اللي فوق خالص عامله 550. 550. اللي هم الرحاله وعامله 400 صغيره. وال400 الصغيره. بصوا الاشكال عامله ازاي بقى. ده كمان تشكيله مختلفه كمان عن اللي هناك. بصوا الله اكبر. بصوا المحل متلغم. بصوا كل المحلات دي تبع شركه الفيروز. لو دخلت لكم بقى وفرجتكم على كل موديل مش الفيديو هيبقى طويل عليكم قوي يا حبايبي. ورينا. بصوا ده المحل الثالث اهو. مش هينفع طبعا اقول لكم كل التشكيله. الكات اللي فوق دي عامله كام يا زينه؟ ديت 1000 ونص. هي زينه اللي هي الكات اللي هناك دي اللي شفناها هناك. هي زينه بتقول ان دي شنط سفر وانا مصممه ان دي تنفع مدرسه. يعني شوف بقى انت احتياجاتكم ايه. دي انضف نوع في السوق كده. مش هتلاقوها على فكره في حد تاني عشان انا لفيت يومين هنا اهو. لينا حاجه في المخزن بتبيع لانش بوكس لوحده تمام ومقالم لوحدها. يعني المقلمه عامله كام؟ المقلمه عامله 100 واللانش بوكس 200 صح كده؟ في 150 وفي 200. بصوا بقى المقالم اهي كتيره برضو تقدروا تنقوا زي ما انتوا عايزين. ده المخزن التاني بتاعهم. بصوا العماره كلها المخزن. بصوا في حاجات تانية 150 طقم كامل مقلمه ولانش باك. مقلمه ولانش باك. معلش افتحي لنا قطعه كده يا زينه. تحفه. يعني انت لو هتمشي حالك بالشنطه بتاعت السنه اللي فاتت عندك اللانش بوكس ده تقدري تفرحي بيه. لانش باك يا جماعه انا اسفه. بالمقلمه بتلفيه كده في سوسته في الظهر. بصوا جميل. بصوا الخامه من جوه كمان. حافظ طعام. جميل قوي قوي. 150 ده الاخر. وفي منه اشكال كتيره يا زينه. في اشكال اولادي وبناتي. تمام. طيب انا تمام. طيب يا زينه معلش انا عايزه اعرف من سياسه المحل ممكن ارجع ولا ابدل بس؟ ترجيع وتبديل عادي. ترجيع وتبديل عادي. عندنا الضمان الشنطه مش الفاتوره. عندنا الضمان الشنطه مش الفاتوره. يعني هما ما بيدوش فواتير بس هما بيبقوا عارفين حاجتهم طبعا لان الحاجات دي ما بتبقاش موجوده في الاسواق كلها. بصوا يا جماعه والله العظيم تشكيله جباره. بصوا الشنط التانيه دي حتى دي ما لحقناش برضو نصورها. بصوا في تشكيله جامده جدا. تعبتك معايا يا زينب. شكرا يا حبيبتي. يا رب كل سنه وانت طيبه. ده الكارت بتاعهم اهو الفيروز. تقدروا تاخدوا بقى سكرين شوت وعشان برضو ما تتوهوش اهو. اروح هناك تمام. وهتلاقوا زينه واقفه في المحل.